الحلقة الثامنة في مسلسل ورد وشوكولاتة. هل وثقت قضية شيماء جمال؟ حالة كبيرة من الجدل تسببت فيها الحلقة الأخيرة من مسلسل ورد وشوكولاتة التي عرضت تحت عنوان ليست لأصحاب القلوب الضعيفة، بعدما قدم صناع العمل واحدة من أكثر المشاهد قسوة منذ بداية المسلسل، في حلقة وثقت وفاة المذيعة مروة التي تجسدها الفنانة زينة في مشهد أعاد للأذهان واقعة حقيقية شهيرة. وجاء الجدل بسبب التشابه الكبير بين تفاصيل وفاة مروة داخل أحداث المسلسل وبين القضية التي شغلت الرأي العام قبل سنوات الخاصة بمصرع المذيعة شيماء جمال على يد زوجها المستشار أيمن حجاج وشريكه حسين الغرابلي، وذلك في مزرعة النائية. هذا التشابه دفع الجمهور للتساؤل عما إذا كانت قصة المسلسل تستند بالفعل إلى هذه القضية المأساوية. ورغم أن صناع ورد وشوكولاتة لم يعلنوا رسمياً أن العمل مأخوذ عن قصة شيماء جمال، فإن عناصر عديدة داخل الحلقة زادت من قوة الربط، بداية من مهنة البطلة كمذيعة، مروراً بخيوط الابتزاز والتهديد، وصولاً إلى طريقة التخلص من حياة الإعلامية ومشهد المزرعة المهجورة، وهي تفاصيل تكاد تتطابق مع وقائع القصة الحقيقية. ومع عرض الحلقة تصدر اسم المسلسل مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت التعليقات التي عبرت عن صدمة المشاهدين معتبرين أن المشهد يعكس قسوة ما جرى في الواقع. وجاءت أبرز التعليقات: المؤلم مش مشهد زينة وفراج، المؤلم إنها قصة حدثت فعلا لشيماء جمال. ورغم الجدل يظل العمل مصنفا كدراما مستوحاة من قضية واقعية من دون إعلان رسمي بأنها قصة شيماء جمال، ما يترك الباب مفتوحا لتأويلات الجمهور طبقا للتشابه الكبير بين الحدثين.